لو رحنا ماكدونالدز مثلا، كلنا رحنا ماكدونالدز اكيد، وانا اسف ان احنا بجيب مثال غربي برضو، بس عايز اقول تفصيلة بسيطة بس هي تفرق كتير مع اليوزر. الفتحة بتاعت الباب العكس، يعني دايما الناس بعد ما بتشتري الاكل او بيبقى في ايديها الشنط بتاعت الاكل، او بتدخل من الباب او بتيجي تدخل من الباب بتبقى ايديها فاضية، فبتعرف تمسك المقبض وتفتح الباب. لكن لما بيجي خارج من الباب بيبقى شايل شنط او شايل حاجات، مش هيعرف يسحب الباب ناحيته. هم مخلين فتحة الباب العكس، يعني عكس الستاندرد بتاع العالم كله، لحساب حاجة مهمة جدا اسمها تحسين تجربة الزائر لحد آخر لحظة. وهو خارج من عندنا تفضل التجربة بتاعته سهلة. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا مش ان احنا نعمل كده في المكتبة، لكن نفكر بنفس الكونسيبت. اللي هيقعد فين؟ هيبقى مبسوط وهو قاعد، ولا في نور داخل في عينه وهو بيقرا الكتاب؟ طب لو في نور داخل في عينه، طب هل الكرسي اللي هو هيقعد عليه فترة طويلة مريح؟ طب هل مستوى الترابيزة اللي قدامه مناسب؟ طب لما يخلص الكتاب هيعمل ايه؟ هيسيبه مكانه لان امين المكتبة او مسؤول الكتب هو اللي هيرجعه مكان؟ طب هو هيعرف ده منين؟ فلازم في ساين تبقى محطوطة تقول له كده، وهكذا.